مرحبا بكم. في ظل التقدم التكنولوجي يبتكر الإنسان الكثير من الأمور التي لها فوائد عظيمة وتوفر الكثير من الجهد البشري والوقت. واليوم نستعرض لكم بعضا من الآلات الحديثة في مجال الزراعة. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، اضغط الآن على زر الإعجاب دعما لنا للمزيد من الفيديوهات الرائعة. ماكينة جني الجزر. تقوم هذه الماكينة باستخراج الجزر من داخل الأرض بطريقة مناسبة للحفاظ على المحصول، ومن ثم تقوم بفصل الجزر عن الأوراق، مما يجعله يبدو في أزهى صوره ومجهز لعرضه في الأسواق. تم اختراع هذه الماكينة وابتكارها في ألمانيا. الجرار الملتهب. تم ابتكار هذا الجرار بسبب الأضرار السلبية للمبيدات الحشرية على البيئة الطبيعية، والذي يتكون من مجموعة من صفوف الغاز المشتعلة والتي يجرها الجرار، وأثبتت فاعليتها في القضاء على الحشرات والأعشاب الضارة. ماكينة الرضاعة المتنقلة. تم ابتكار هذه الآلة كحل مناسب للرضاعة الجماعية للعجول الصغيرة، حيث تحتوي الماكينة على أكثر من 10 رؤوس دفعة واحدة، وهي ماكينة يتم نقلها بكل سهولة ويسر، واعتبرها المزارعون طفرة في الزراعة الحديثة لما توفره من جهد ووقت. ليلي ديسكفري 120. تعمل هذه الآلة الألمانية على التخلص من مخلفات الماشية بصورة تبدو بسيطة، حيث كان الأمر يحتاج إلى الكثير من الأيدي العاملة التي تتطلب أجرا كبيرا للقيام بأعمال مثل هذه، إلا أن هذه الآلة أثبتت كفاءتها وسهلت الكثير من الأمور في مزارع تربية الماشية. أبولو الجيل الثاني. تتميز هذه الآلة عن غيرها من الآلات في أن أولويتها الأولى هي الحفاظ على سلامة الدجاج، حيث تستطيع هذه الآلة أن توفر الكثير من الجهد والأيدي العاملة، وذلك باستيعابها ل8,000 رأس دفعة واحدة وتنزيلهم من الأماكن المختصة لهم بطريقة تحافظ على أمانها وسلامتها. نظام تي باري ريسول HD3. ظهرت العديد من الأنظمة قبل هذا النظام، والتي كانت تعمل لنفس الغرض، وهو الحصول على وزن الماشية بطريقة أسهل وأسرع. إلا أن من عيوب الطرق السابقة هي المعاملة القاسية للماشية، وهذا ما يميز نظام تي باري رايسول عن غيرها من الأنظمة. فرشاة ديلافال لتنظيف والاعتناء بالماشية. قد يعتقد البعض أن هذه الفرشاة ليست لها أهمية، أو أنها للرفاهية والرخاء للماشية، ولكن أثبتت النتائج أهمية هذه الفرشاة العملية، حيث تحسن من الحالة النفسية والمزاجية للقطيع، مما يجعله أكثر راحة ونشاطا، ويؤدي ذلك إلى إنتاج أفضل وأكبر بكثير، ويساعد أيضا في تحسين الحالة الصحية للقطيع، مما يعني استمرار الإنتاج لأكبر وقت ممكن. ومن مميزات هذه الفرشاة أنها لا تشغل حيزا كبيرا، فيسهل استعمالها ونقلها من مكان إلى آخر. شلوتر. تعتبر هذه الماكينة الألمانية من أهم الابتكارات المخصصة لالتقاط الثمار من فوق الأشجار العالية في صورة آمنة وسهلة، حيث يركب العمال الأماكن المخصصة لهم، ثم يبدأ في التقاط الثمار ووضعه على الجزء المخصص لنقلها بالداخل بطريقة آلية، مما يجعل الأمر سهلا وممتعا للعمل. آلة تساعد على جني الملفوف. رغم أنها تعتمد على اليد البشرية لحصاد الملفوف، إلا أن ما يجعل هذه الآلة مميزة هو أنها تجمع المحصول بطريقة آمنة، مما يحافظ على جودته، وهذا عكس الآلات الأخرى، كما أنها تغطي مساحة كبيرة في الحقل، وهو ما يساعد على رفع كمية الإنتاج وسرعة في العمل.